السلام عليكم. النهاردة هنعمل بسكويت العيد بالمكنة. هنعمل بسكويت دايب، يعني لو حطيتيه في كوباية شاي أو كوباية لبن هيدوب دوب. ولو أول مرة تعملي بسكويت في البيت أو مبتدئة هيظبط معاكي من أول مرة، دايب وناعم وحلو جدا. بس لو أول مرة تشوفي القناة ياريت تكملي معايا الفيديو للآخر. المكونات بتاعتي أول حاجة كده معايا ربع كيلو من الزبدة، ولازم الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة. كوبايتين من السكر بودر المنخول، يعني كوبايتين، كل كوباية ناقصة معلقة كبيرة. ولازم السكر يكون منخول، يعني تطحنيه على مطحنة الخلاط، ولازم تنخليه قبل ما تحطيه في الخليط بتاعك. ولازم الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة، عشان أنا حطيتها يعني كانت جامدة شوية فغلبتني وأنا بضربها بالمضرب الكهربي، فلازم تكوني انت مطلعاها من بدري من التلاجة وسايحة معاكي. حطيت عليهم كده حوالي معلقتين من السمنة البلدي عشان تديك الطعم الحلو بتاع البسكويت. لازم طبعا في المرحلة دي تضربيهم بالمضرب كويس خالص، يعني تبالغي في الضرب البسكويتة بتاعتك تطلع هشة وناعمة. معايا كده بيضتين، نزلت بأول بيضة. لازم ما تنزليش بالبيض مرة واحدة، تنزل ببيضة وتختفي خالص تنزلي بالبيضة التانية. انا حطيت بيضتين بس انتي لو عايزة تكتري ممكن تحطي عادي 3 بيضات. هتشغلي المضرب بتاعك كويس وهتضربيهم كويس، وهتحاولي كده تنزلي اي خليط من فوق بالمعلقه اللي انت ماسكاها عشان كله يختلط مع كله، كل الخليط يتضرب كويس بالمضرب بتاعك زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وبرده لما خلاص تحط البيض ما تبالغيش خالص في الضرب البيض عشان الزبده بتاعتك ما تفصلش معاكي او تخرز، يعني خلاص مسافه كده البيض ولو حابة انك انت تضيفي اي نكهات للبسكويت بتاعك، يعني نكهة البرتقال او باودر من التانج اللي في الاكياس ده برضو بيدي ريحة حلوة للبسكويت. لو مش عايزة تضيفيها خلاص. حطيت كده نص مج من المية، وحطيت عليهم باكو من الفانيليا، باكو واحد بس من الفانيليا عشان طبعا يودر زفرة البيض معاكي. وزي ما بقولك لو عايزة تحطي اي نكهات للبسكويت حطي. معايا كوباية الا ربع من الزيت، نزلت بيها على الخليط بتاعي وشغلت المضرب عليهم كويس. طبعا الزيت بيديكي جرمشة حلوة للبسكويت، بيخليه مجرمش وماسك نفسه، والزبدة بتديكي طراوة ونعومة وبخلي البسكويت دايبة معاكي، يعني الميكس بين الاتنين بيديكي نتيجة حلوة خالص. كيلو من الدقيق ده 8 مجات بالمج اللي انتوا شايفين، وانا كل مرة بقولكم ان كيلو الدقيق 8 مجات بالمج اللي انتوا شايفينه ده، ودايما بعاير بيه. طبعا حللت الدقيق كويس عشان كل ما بتنخل الدقيق بيديكي هشاشة في البسكويت او اي مخبوزات انت بتخبزيها. ومتنسوش طبعا ذرة الملح، ذرة بسيطة خالص من الملح. تبدأ تعجني. طبعا احنا البسكويت مش بنعجنوه برضو زيه زي اي مخبوزات انت بتعجنيها، العجين بتاعه يا دوب بس تلم العجينة بتاعتك او تلم الدقيق، انك انت ما تلاقيش زي اي اثر للدقيق، خلاص توقفي عجن على طول. وطبعا بايدك هتنزلي اي حاجة في الحواف بتاعة الطبق عشان المقدار يبقى مظبوط. اي دقيقة او اي حاجة كده هتنزليها وهتجيبي من تحت لفوق عشان تتأكدي ان الدقيق كله بتاعك خلاص مفيش ليه اي اثر. نزلنا بحوالي معلقة من البيكنج باودر، مسافة كده خلاص الدقيق والبيكنج باودر بتاعك خلاص اختفى، خلاص ما تبلغيش تاني في العجين كده. خلاص العجين عشان العجينة بتاعتك ما تنشفش معاكي، وكل شوية عايزة تحطي لها سوائل وبعدين تحطي لها دقيق، بعد كده مش هتقدري ابدا تتحكمي فيه. خلاص لمينا العجينة تبدأ تختبريها، تاخدي حتة كده بين ايديكي وهتكوريها، لقيتيها الشقة معاكي يبقى تحطي لها معلقة او معلقتين من الدقيق. هتجيبي طبعا المكنة بتاعتك وهتبدأ تثبتيها في اي حاجة وهتبدأ تشتغلي بيها. طبعا المكنة اللي ليها 3 مواس، اي موس انت بترتاحي له حطيه، او ممكن تشكلي بين الامواس، يعني طبعا الحاجة اللي انت ترتاحي لها حطيها لها. وممكن برضو لو انت مش عايزة تحطي الزبدة في البسكويت برضو ممكن تعمليه بالسمنة، بس تحطيها شوية تسقع في التلاجة. وبرضو لو البيض تخليه بدرجة حرارة الغرفة، ما تعملوش ساقع ابدا عشان ما يخليش برضو الزبدة تخرز معاكي او تفصل. التسوية بقى هتخلي قبل ما انت تخلصي طبعا او قبل ما تدخلي في الفرن، هتشغل الفرن قبلها ب10 دقايق. البسكويت بتاعنا يدخل على درجة حرارة 180 على الرف في الوسط طبعا، وهتحطيه وكل شوية تقلبيه، ولما تلاقيه خلاص خد لون من تحت هتبدأ تشغلي عليه الشواية في اخر يعني كده دقيقتين او 3، هتبدأ تشغلي الشواية عليه. هياخد لون معاك خلاص هتطلعيه، مش هياخد اي اصلا وقت. يقعد مسافة خلاص لما كده تسخن الفرن معاكي وتحطي الصينية والتانية والتالتة هتلاقي الفرن سخنت معاكي، هتلاقي الكمية تخلص معاكي بكل سهولة. اهم حاجة كده تصلوا على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هيطلع معاكي البسكوت دايب دوب، ولو حطيتيه في كوباية شاي او حطيتيه في كوباية لبن هتلاقيه يدوب معاكي دوب. والله العظيم هيعمل كمية كبيرة معاكي. شايفين من كل دقيقة عامل كمية كبيرة خالص. يعني وانت لو عايزة تضعفي كمان الكمية وتعمل كيلو او 2 كيلو او 3 كيلو هيعملوا معاكي كمية كبيرة وهتمشي على نفس المقادير. وبكده فيديو البسكويت يكون خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم وما يكونش طويل عليكم. بس لو عجبك الفيديو اعملي لايك للفيديو واشتراك للقناة.